كابتن محمد، أعرف حبك وتقديرك واحترامك الكبير لليونيل ميسي. محمد أبو تريكة اللاعب ثم محمد أبو تريكة المحلل تابعته لسنوات طويلة، لكن من النادر أن نشاهده يجهش بالبكاء كما حدث في نهاية هذه المباراة، رغم حديثنا في السابق عن أنه يستمتع وقادم لكأس العالم بدون ضغوطات بعد فوزه بكأس العالم، لكن كمية البكاء والدموع بعد الفوز على مصر أمر غريب واستثنائي ونادر. هو ممكن عشان ظروف والده ومرض والده وظروف المباراة، هو عانى. خلي بالك هو ضيع ضربة الجزاء، وفضلت الأمور متكهربة ومتعقربة لحد الدقيقة 75 لحد ما هو لقى الحل. هو كابتن محمد زي ما بقول لك هو عبقري كرة القدم، هو الراجل ذهنيا ما تأثرش. أنا قلت لك بعد تضييع ضربة الجزاء ممكن حد تاني ينهار ويخرج بره الجيم، لا هو قاعد لحد يشوف المساحات فين الفاضية، لقى العمق مقفول وحمدي فتحي لازق له وبيقطع منه، راح ناحية اليمين. وكابتن كمية حب وإخلاص المجموعة لها غير طبيعية، من نادر مشاهدة في كرة. ما هو لولا ده يا كابتن ما كانوش موجودين، لولا ده ما كانوش خدوا كاس عالم. ما هنقول الصراحة يا كابتن محمد، ما هو الفرق فاهم، هو الفرق يعني المدرب بيألف في بعض الماتشات وبينزل التشكيلة وبيغير في التشكيلة هم مرتبطين بمستوى ده وزي ما قلت لك هو في كل مرة كان المنتخب بحاجة إليه كان حاضرا. هذه تاسع مباراة على التوالي يسجل فيها و39 سنة. لا 39 سنة لا يا كابتن، ده بيكذب عليه. لا يا كابتن محمد، هو زي ما قلت لك رجلين بالمقاس حتى في الاوفرات وفي التمريرات القصيره، وبيهرب من الرقابه وتغيير السرعه، لا كل حاجه. ده اعظم لعيب في التاريخ، اعظم لعيب احنا شفناه في بعض الامور، تلاقي مشكله يلاقيك هو الحل. اللعيب في مشكله عنده رقابه عليه يروح لاعبه، وبعد كده ده بيحلل الماتش. انا سمعت التصريح بتاعه بعد ماتش الراس الاخضر، قال لك احنا عانينا في الخروج من الكوره وعانينا في الضغط، ضغطنا ما كانش كويس، وقعد في الثلاث خطوط بيلاعب اللعيبه بايديه بشوايره، بيشاور له مارتينيز في الهدف بتاع الراس الاخضر الاولاني يقول له العبها لي من فوق. فمدرب جوه الملعب وحلال مشاكل، عشان كده ده اعظم لعيب في التاريخ. فاحنا الصراحه لاي حد يلعب ضد ميسي يظلم لو بيلعب 11، لازم يلعب 12 الصراحه، لانه مش من العادي. لان ده يا كابتن محمد ده بقول لك كل حاجه في الكوره، احنا غفلنا عنه بس ربع ساعه 10 دقايق، شفت عمل ايه؟ غير كل حاجه. فده سجل وصنع. ايوه، فده الارجنتين من غيره اعتقد هتبقى فريق عادي، منتخب عادي، هو اللي وصلهم حتى الان لدور الثمانيه، هو اللي خلاهم خدوا كاس العالم. فاعتقد عندهم مشاكل كبيره، لو حتى سويسرا او كولومبيا قدر يكسب هيعانوا لو قدموا هذا المستوى سواء في اخر مباراتين. شاهدنا اذا معكم واحده من اهم لقطات هذه المباراه بعد حديث كابتن محمد عن ادوار ميسي وقدرته على تغيير المباريات كما حدث في معظم مباريات منتخب الارجنتين في المونديال السابق وحتى في المونديال الحالي، عن طريق صناعه هذا الهدف الذي عاد الارجنتين للمباراه في الدقيقه 79 عندما كان منتخب مصر متقدما بهدفين دون مقابل. رغم استقباله لثلاثه اهداف قدم مصطفى شوبير مباراة رائعة وقدم بطولة مذهلة تصدى فيها لركلة جزاء وللكثير من الأهداف المحققة. دعونا نستمع لتصريحاته مباشرة بعد النهاية. كان رائع اليوم، تصديت لكثير من الهجمات الأرجنتينية. تقييمك للمباراة وللمنتخب ولأدائك شخصيا؟ الحمد لله على كل حال. طبعا المكسب كان قريب مننا يعني كان فاضل لنا بس يعني شويه تفاصيل صغيره وهي دي اللي بتفرق في المواجهات الكبيره. الحمد لله اللعيبه رجاله، عملنا اللي علينا وحاولنا لاخر دقيقه. زي ما الناس شافت احنا كنا قريبين قوي ان احنا نكسب، بس يعني الحمد لله مفيش نصيب. بالنسبه لك مصر مشاركتها مواجهتها للمنتخب الارجنتيني، تصديك لعديد من الهجمات، تخرج راضي عن نفسك اليوم؟ لا يعني في الاول وفي الاخر احنا بنلعب لعبه جماعيه، حتى لو انت يعني طبعا بس الواحد زعلان ان هو الموضوع كان في ايدينا وتاني هي شويه تفاصيل صغيره، والحمد لله راضيين باي حاجه طبعا ربنا يكتبها لنا ان شاء الله. يعني مش عايز اقول كاس العالم اللي جاي، لسه عندنا كاس عندنا حاجات كتير، بس بدايه من التصفيات، بدايه من اي مناسبه نبتدي نشتغل على نفسنا ونشتغل على الاخطاء، وان شاء الله نظهر بشكل كويس الفتره اللي جايه احسن كمان ان شاء الله.
استمعنا لمصطفى شوبير الذي يبدو متأثرا للغاية في تصريحاته، وكذلك قدم بطولة كبيرة تصدر ركلتي جزاء في هذه. أداء تاريخي بالنسبة لمصطفى في كأس العالم. كان في شكوك قبل بداية البطولة المفاضلة ما بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، ولكن ثقة الكابتن حسام في مصطفى ادت له الأفضلية في المشاركة في كأس العالم، وكان عند حسن ظن الجميع، وكانت ثقة الكابتن حسام في محلها في البدء بمصطفى. يمكن من المباراة الأولى أمام بلجيكا وكان بيقدم أداء أكثر من رائع، تصدي لضربة جزاء أمام إيران، وتصدي ضربة جزاء اليوم أمام ميسي، وتصدياته الأخرى أمام ماكليستر والفريز. قام بتصديات حتى محمد الأهداف، يعني الأهداف اللي دخلت فيه هدف ميسي شارك في تصدي، كانت الكرة قوية، صعب عليه جدا. هدف انزو طبعا عكس حتى هدف روميرو لمس الكرة، حتى هدف روميرو لمس الكرة. فأنا أشوف إن هو من أعظم الأداء اللي قدمه لعيب في كأس العالم بالنسبة لمنتخب مصر هو أداء مصطفى شوبير حقيقة. كمان غير مصطفى يعني محمد هاني قدم أداء ممتاز. دي ضربة الجزاء طبعا أمام منتخب إيران وكان تصدى لها بشكل ممتاز، لكن بخلاف أداء مصطفى اللي كان أكثر من رائع، يعني يمكن أفضل أداء بالنسبة لعيبة منتخب مصر، ولكن كل اللعيبة أدت بشكل ممتاز. محمد هاني بطولة ممتازة، إمام عاشور أيضا، زيكو اكتشاف ممتاز، هيثم حسن أيضا اكتشاف ممتاز. وتكملة لكلام الكابتن محمد إن في تطور كبير جدا بالنسبة لمنتخب مصر مع كابتن حسام حسن، دخول عناصر جديدة محمد مع الثقة الشخصية، أشياء كثيرة، كل شيء. فده خطوة ممتازة للمستقبل، لازم نبني على هذه الخطوة، ناخد الأداء ده، نتعلم من الدروس. اليوم آخر ربع ساعة في المباراة دي درس بالنسبة لكابتن حسام واللاعبين، درس قاسي. تلعب قدام فريق كبير، منتخب كبير، لعيبة كبار. الكرات العرضية مشكلة كبيرة جدا محمد في الكرة المصرية. يمكن استقبلنا أهداف من كرات عرضية كتير في كأس العالم، كل المباريات اعتقد ان احنا لعبناها في كاس العالم استقبلنا من كرات عرضيه، واليوم 3 كرات عرضيه، حتى هدف ميسي ارتد من كره عرضيه، بعد كده هو احرز الهدف. فدي مشكله لازم في المستقبل اللي احنا نعالجها، لان احنا عندنا لاعبين قادرين على صناعه الفارق، ولكن الناحيه الدفاعيه والكرات العرضيه والكرات الثابته لازم نتعلم من الاخطاء ديت للمستقبل. تحدثت عن زيكو كابتن، وعن انه كان واحده من ابرز مفاجات هذه البطوله. دعونا نستمع لزيكو مصرحا مباشره بعد نهايه هذه. العافية، مباراة صعبة، النتيجة لم تكن كما جرت المباراة. الحمد لله قدر وما شاء فعل، كان نفسنا نفرح الناس. عملنا مباراة كبيرة قدام بطل العالم، مش عارف ايه اللي حصل الشوط التاني، في حاجات غريبة حصلت أكيد العالم كله شافها وباينة وضوح الشمس. يعني أنا بشكر اللعيبة الرجالة دي، وبشكر الشعب المصري كله من اللي هنا واللي في مصر. كان نفسنا نفرحكم النهارده بس ما قدرناش نعمل ده. ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه نقدر نفرحكم اكتر. عملنا بطوله كبيره، كان نفسنا نوصل لابعد حاجه في البطوله، ان شاء الله خير. الحمد لله، بحمد ربنا، الحمد لله. انا فخور بكل لاعب مصري شارك في البطوله دي، بكل الشعب المصري، بكل واحد تعب وسعي ورانا ولف ورانا العالم كله. بشكرهم من خلالك. احنا اسفين، بعتذر لكم. الحمد لله. اكيد النتيجة صعبة عليكم، لكن وجودكم اليوم امام بطل العالم امام الارجنتين وهذا الاداء المميز، شعرت في وقت من الاوقات انه كان ممكن تتخطوا هذه العقبة اليوم؟ احنا نازلين من اول ماتش، احنا مش هايبين حاجة، مش خايفين من حاجة، نازلين عايزين نكسب، وده اللي كان باين طول المباراة. هي الشوط الثاني حصل حاجات غريبة، فاولات عكسية كتير جدا، جون يتلغي، مش عارف اتلغى ليه اصلا. في حاجات كتير غريبة حصلت النهاردة. انا فخور بكل فرد، بكل لعيب، انا فخور بيهم، وشرف ليا وشرف للجمهور المصري ان احنا نخرج بهذا الشكل. الحمد لله. كان نفسنا نوصل لحاجة بعيدة، بس قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. قدر الله وما شاء فعل. يعطيكم العافية. شكرا. استمعنا لزيكو متأثرا للغاية بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، والذي كان واحدة من أبرز وأجمل مفاجآت هذه البطولة. ذكر كثيرا بأنه كان في طريقه للتصيف في الساحل، وفجأة لقى نفسه في كأس العالم، وكان نجوم
المنتخب المصري في كاس العالم، وتحدث مرة أخرى عن التفاصيل الصغيرة. هذا الاعتذار للجماهير جميل، لكن للأمانة المنتخب المصري لا يستحق يعني أن يخرج بهذا الشكل، ثم لا يحتاج أن يعتذر لاعبون لأنهم فعلا قدموا بطولة كبيرة. هو ده الإحساس اللي وصل للناس يا محمد، إن إحنا عندنا منتخب يعني الناس زعلانة إن إحنا خرجنا من قدام بطل العالم، لأن زي ما قلت لك السيناريو قاتل وقاسي، وبعدين إحنا قدمنا ماتش كبير. يعني الجول الثاني ده جول يدرس، هجمة مرتدة ب3 لاعبين، التفاهم الكبير هيثم ما شاء الله عليه، مهارة عالية. طبعا، وده قطع ولا يهمه. ده اكتشاف للكابتن حسام، ده اكتشاف للكابتن حسام حسن اللي خد قرارات جريئة وشجاعة في هذه البطولة. وأيضا يا كابتن محمد ده أحد أسباب مشاكل الكرة المصرية. ليه بقى؟ ده عنده كام سنة؟ 28 29 سنة. تأخرنا في اكتشافها. اكتشاف المواهب والنجوم. يعني احنا عندنا 120 مليون، تيجي تقول لي مفيش مواهب؟ كأنك بتقول لي الشمس بتشرق من الغرب. لا، مصر بلد المواهب. العين عايزة تشوف، العين عايزة تشوف، ما تخليش المواهب هي اللي تجيلك، انت اللي تروح للمواهب، انت اللي تشوف واللي تكتشف. دي احد مشاكلنا، لان في بعض الاحيان يا كابتن محمد الولد الموهوب ما عندوش المقدرة انه يروح اختبارات، ما عندوش المقدرة انه يكمل، لان في ظروف. انا كنت هبطل كوره لان والدي، مش عاوز اقول لوالدي انا عاوز اجيب جزمه، قعدت سنه في البيت عشان ما اقولوش انا عاوز فلوس عشان اجيب جزمه. فده احد مشاكلنا، فلازم نحلها، لازم نحلها. ما تقوليش 120 مليون ما فيهمش مواهب، لا في مواهب. انزل للشوارع، انزل للقرى، ما تخليش الناس تجيلك، انت روح للناس. والكرة عين، الكرة عين. حسام ناجح ليه يا محمد؟ عينه كويسه، عينه كويسه في اللعيب، ولاعب كبير. بيعرف ومقنع للعيب. لما يجي يقول لي زيكو اتحرك على الاولى، هيتحرك على الاولى لانه شاف حسام بيتحرك على الاولى. لما يقول له العب بدماغك، هيلعب بدماغه لانه شاف حسام بيلعب بدماغه. فهو حسام كلاعب كوره اسطوري، قطع نص الطريق للاقناع، لان انت عارف لعيبه الكوره محدش يعرف يضحك عليه. فهو حسام مقنع وعمل توليفه كويسه وعنده رصيد. بطل افريقيا ولعب كاس عالم. انزل شوف التمارين اللي كان بيعملها حسام، هو النموذج اللي بيعمل التمارين بتاع المنتخب، هو اللي بيعمل الكنترول، هو اللي بيعمل كل حاجه، هو اللي بيعمل التسديد، فاهم؟ فده اقناع. فاحنا مشاكلنا او احد مشاكلنا اكتشاف المواهب. احنا زي ما قلت لك بلد المواهب، فدي عاوزين نحلها، لان زي ما قلت لك دي فرصه بالنسبه لنا. كاس العالم ده فرصه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس كابتن محمد تكلم عن الكرات العرضيه، مع كوت ديفوار كابتن هدفي، مع بنين كره عرضيه، مع البرازيل استقبلنا هدف من كره عرضيه، مع بلجيكا، مع نيوزيلندا، مع استراليا، واليوم مع الارجنتين، كل هذه الاهداف جاءت من كرات عرضيه. لان رغم ان احنا عندنا اطوال وفي كل الاجيال، في كل الاجيال برضو كان جيلنا برضو الكرات العرضيه، اللي قبلنا كان كرات العرضيه، الجيل ده الكرات العرضيه. فلازم برضو نلاقي لها حل، الاسلوب اللي احنا بنقدر ندافع بيه. واولا واخيرا احنا بنحب ندافع بالكوره، بنحب ندافع بالكوره. احد مشاكل المدارس الاوروبيه عندنا ان هو مش معترف بمواهبنا، مش مقتنع بالدي ان ايه بتاعنا، بالثقافه بتاعتنا. يعني بعض المدربين كان يجي يقول لك لا انتوا تحت الكوره، انزل تحت الكوره و10 والعب على المرتدات. يقول لك انتوا القماشه اللي عندي مش هتجيب الا كده، كوبر كيروش. لا احنا لا. فده عارف الدي ان ايه بتاعنا حسام، وبيشتغل عليه ومقنع وما بيخافش. النهارده بدأ المباراه كابتن محمد بيلعب ضغط عالي على بطل العالم، فاهم؟ فدي احد المميزات، فلازم احنا نشتغل عليها. والهدوء، هو ممكن فقد تركيزه شويه في الاخر اول مره، انما هو هادي. انتوا ما شفتوش النسخه بتاعت حسام العصبيه، بس هو من ابطال كاس العالم، هو نجم كاس العالم، هو نجم. حسام فاز بره الملعب وجوه الملعب، فهو مقنع. انا زي ما قلت لك يا محمد، زيكو ده اللي يشوف حسام يجيب اليوتيوب وكده ويخش تحركات حسام حسن داخل منطقه الجزاء، تدرس يسرق الكحل من العين، طق، كان حازم وعبد الستار تحتيه يتحرك فيهم، فبيسهل. فده مقنع وعمل زي ما قلت لك، هو بيحب ده، عارف الاحساس اللي بيحس بيه المواطن العادي، وده لازم يوصل للعيبه. ووصل، الولد بيعيط لانه خرج من بطل العالم، لان ده احساس اللي موجود في الشارع.
الناس حزينه ان احنا خرجنا من كاس من بطل العالم. البكاء في بنغازي وفي غزه وفي مصر وفي كل مكان. فدي هو حاجه تحسب ليه نوصل لنا ان احنا عندنا منتخب، احنا عندنا كوره، بس لازم زي ما قلنا بعض الامور مشاكلنا لازم نحلها، وزي ما قلت لك ربنا سبحانه وتعالى بيديك فرصه، فكاس العالم ده فرصه عشان نقدر نقول ان احنا عندنا كوره محترمه وثقافه محترمه، ورغم مشاكلنا ان احنا قادرين ان احنا ننافس اعلى المنتخبات. كلاوديو بالمقابل الجهه الاخرى مدرب منتخب الارجنتيني كان كذلك لاعبا للمنتخب الارجنتيني، لم يكن لاعبا كبيرا اسطوريا لكنه كان لاعبا في المنتخب الارجنتين. هل في رايك ما شاهدناه